ناس كتير بيجي لها السؤال، وانا بعمل دايت علشان ما ازهقش او علشان ابلع مع الاكل، هل ممكن اخد بيبسي دايت او حاجه شوجر فري زي مثلا الريد بول فري والحاجات دي؟ فدايما اجابتي بتكون محدده، وهي دي اللي هعرضها عليكم دلوقتي. طيب بص، هي البيبسي دايت تعتبر زيرو كالوري، يعني ما فيهاش كالوريز، وكمان ما فيهاش سكر، والسكر اللي فيها يعتبر محليات صناعيه زي الاسبرتام والستيفيا. طيب هل تاخدها بقى مع الدايت بتاعك علشان انت شايف ان هي زيرو كالوري والكلام ده؟ انا بفضل ان انت ممكن تاخدها مره واحده في الاسبوع كنوع من التلطيف على نفسك. ليه انا بقول تاخدها مره واحده كنوع من التلطيف على نفسك؟ لان هي فيها صوديوم، الصوديوم فيها عالي جدا. مش معنى ان السكر فيها منعدم وان هي زيرو كالوري فان انت تروح تاخد بيبسي دايت او حاجه شوجر فري علشان هي ما فيهاش كالوريز، بس انت نسيت ان فيها صوديوم، والصوديوم بيحبس ميه في الجسم، فده هيأثر على مستوى جسمك. لكن لو انت مش عامل دايت بطولة مثلا او عامل حاجة ستريكت، فما فيش مشكلة ان انت تاخدها مرة او مرتين، وممكن توصل ل3 مرات في الاسبوع مع الدايت، مفيش مشكلة، مش هتبوظ لك الدنيا قوي، بس تكون من حسبة الصوديوم بتاعك على مدار. اما بقى لو انت لعيب بطولات وبتنزل بطولات كمال اجسام وبتحضر للبطولات دي، فانا بنصحك ان انت تبطل الكلام ده خالص وما تاخدوش تماما، لان ده هيأثر على عملية الهضم في جسمك، وانت محتاج عملية الهضم دي. انت يا دوب بتاكل الوجبة وتريح شوية وتاكل تاني، فانت محتاج العملية تكون مستريحة شوية. وبكده يكون معلومة سريعة عن البيبسي دايت والحاجات الشوجر فري تنفع في الدايت ولا لا.